بسبب كلمة واحدة هي تغير حياته، فأنت لازم تركز في حاجة زي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أتكلم أنا وأنت ونتناقش مع بعض في حاجة أنا أصلا مش محضر لها ولا أي حاجة، ولكن أنا عاوز أتكلم على حاجة مهمة جدا. هو إننا ليه ما بنبدأش دلوقتي، ما بنبدأش في الوقت المناسب. لازما ما نستناش الحاجة الكويسة عشان نبدأ، ولكن لازما تبدأ عشان الحاجة الكويسة تيجي. إزاي؟ يعني أنت دلوقتي عاوز تعمل مشروع معين في حاجة معينة، ما أنت مش هتستنى اما الإمكانيات تبقى معاك عشان تبدأ الحاجة دي، ولكن ابدأ باللي موجود معاك عشان توصل لمرحلة الاحتراف في الحاجة دي. ما تفضلش تقول هبدأ بكرة، هبدأ بعده، طب هبدأ أما أجيب كذا، هبدأ أما أجيب كذا. نطبق مثال. يعني دلوقتي واحد عاوز يطبق، يعني واحد عاوز يعمل مشروع برمجة ولا حاجة أو عاوز يتعلم البرمجة. ما تفضلش تقول هستني اما اجيب لاب كويس، وبعد كده تقول استنى اما اجيب بي سي كويس، واستنى اما اجيب امكانيات عالية. لا، انت دلوقتي معاك التليفون صح؟ خش على موقع W3 دي بيتعلمك البرمجة وكل حاجة، وخش وطبق لغاية ما يبقى عندك مهارة كافية. بعد كده اشتري اللاب، وبعد كده اشتري وطور من نفسك طول ما انت ماشي في الطريق، ولكن ما تفضلش واقف في الطريق وتقول ان شاء الله اما اجيب كذا. مثال تاني، انت دلوقتي واقف على اسفلت ولا حاجة، واقف في الطريق هنا، انت عاوز توصل للنقطة دي. لو فضلت مستني عربية انها توصلك لغاية هنا، انت مش هتوصل ومش هتلاقي عربية. لازم تتحرك. هتلاقي نفسك بعد فترة وانت ماشي في الطريق هتلاقي عربية تلحقك او كده، ولو مفيش عربية وصلت لك هتوصل للمكان اللي انت عاوزه. يبقى اسمك في الاول وفي الاخر في اجتهاد، ما تفضلش واقف مكانك. على رأي مثل الدحيح، ما تستناش اما المكتب يبقى مظبوط وفي يبقى عندك مكتب يكون كويس 100%، وما تستناش اما الساعة تيجي 70 او الساعة، او ما تستناش اما يوم السبت يجي. حاول تبدأ في اليوم اللي انت هتبدأ فيه. ففي الفيديو ده احنا جايين نتكلم معاك زي ما انت ما شايفني كده، نتكلم مع بعض كأننا قاعدين مع بعض. فانت شوف الحاجة اللي انت عاوز تبدأ فيها وابدأ فيها. انا نفس النظام، بقالي اكتر من 6 شهور بعمل فيديوهات على اليوتيوب زي ما انت ما شايفني كده. وكنت قبل ما ابدا كنت كل شويه يقول هبدا بكره، هبدا بعده. طب انا لو وقفت قدام الكاميرا هبقى ايه؟ شكلي وحش، مش هعرف اتكلم، مش هعرف اعمل فيديوهات وكده ومنتج والحاجات دي. ولكن انا بدات الفيديوهات، انا صورت اكتر من 30 فيديو ليا انا لوحدي وما نزلتهمش اصلا على موقع السوشيال ميديا. كنت بصور الفيديو واشوف نفسي وكده. ولكن جيت بعد فتره هوب، لا لازم تنزل، لازم تشوف الناس هتقول رايها ايه فيك، لازم تشوف الناس هتاخد رايها فيك في مونتاج، في تصوير، كبادي لانجوج مع الكاميرا والشغل ده. والفيديو ده انا والله يعني مش عاوز احلف كتير، انا مش في دماغي ان انا كنت هصوره اصلا. انا قلت هاجي اقف قدام الكاميرا وهصوره، عشان انا الصراحه كنت مأجل كذا فيديو ان انا هصورهم في رمضان زي ما انت ما شايف الفيديو ده. والفيديو ده في رمضان ومتصور 5 يوم في رمضان. فانا يعني كل يوم كنت بقول هبدأ اصور بكره، هبدأ اصور بعد، ولكن الحوار ما بيجيش كده. النهارده انا كنت في المعهد، في المعهد في النهار. فالدكتور كان بيتكلم، كان في معمل كده بنشتغل عليه لغة برمجة وكده، لسه بنتعلم اساسيات برمجة. فالدكتور كان بيتكلم كده بيعمل بيتناقش معانا في حاجات كده اساسية تبع المجالات بعد ما تشتغل وكده. فهو كان بيقول، هو كان في مدرسة صناعة والكل كان بيقول له دايما انت فاشل، انت صايع، مالكش في الكلام ده. واحنا عارفين دايما الكلام ده بتاع الصناعة والزراعة، مع ان الناس دي بتبقى كويسة جدا والناس بتشتغل على نفسها، وبتلاقي في ناس كتير بتشتغل على نفسها وتبقى حاجة تانية خالص. فالدكتور كان بيتكلم بيقول انا خلصت الصناعة وكنت ناوي اخش هندسة، بس ايه، مجموعة ما جابش. فحصلت معاه حالة تأثر جامدة، فهو راح دخل المعهد اللي هو انا كنت فيه ده. بيقول لي دخلت المعهد ده وكل حاجه، ودخلت قعدت اول ترم ما كانش ليا نفس اصلا، قعدت اول اسبوع في اول ترم ما كانش ليا نفس اصلا. فبيقول في دكتور كان واقفين بيديهم لغه برمجه، فقال ايه، قال له كان بيديهم مشروع يعملوه، فهو عمله بطريقه مختلفه غير الدكاتره اللي كانوا عاملينه وكده. فالبرمجه زي ما احنا عارفين، انت بدل عارف اللغه وبدل اتعلمت اللغه انت ممكن تعمل اي حاجه باي كود انت عاوزه. فهو الدكتور قال له انت كويس جدا في البرمجه، بس قال له يا دكتور، مع ان انا مش حابب المعهد ده ولا كده، ولكن انا حابب هندسه والشغل ده. فالدكتور قال له جمله بسيطه، الجمله دي غيرت حياته وخليته بقى الدكتور علينا دلوقتي زي ما احنا شايفين. والصراحه قالها لي كلمه حلوه جدا. قال الدكتور، هو راح قايل له
اللي انت المجهود اللي كنت هتحطه في هندسة، المجهود الكبير اللي انت كنت هتحطه في هندسة حطه في المعهد ده، المجهود ده حطه في المعهد ده، هتلاقي نفسك وصلت لحاجة كويسة. وسبحان الله بيقول انا طلعت الاربع سنين في المعهد ده الاول على دفعتي. فهو بسبب كلمة واحدة هي تغير حياته. فانت حاول تغير انت حياتك بنفسك، مش لازم حد يكلمك ولا لازم حد يقول لك. وفي الاول وفي الاخر دلوقتي هو بقى دكتور علينا ومعاه اكتر من كذا لغة برمجة، وبسم الله ما شاء الله بيقول شغال في شركات وشغال عمل حر برضه والشغل ده. فواحد زميلي بيقول له يا دكتور انا دلوقتي عاوز اتعلم لغة برمجة، ولكن عاوز في مجالين انا محتار ما بينهم. فراح الدكتور قال له ايه، خلي بالك انت ما تحتارش ما بين مجالين، ولكن اختار المجال اللي انت حابه والمجال اللي انت هتبدع فيه. والكلمة دي اصلا يعني دخلت جوه دماغي كده، لمست في بعضها. فلازم تكون الحاجة اللي انت هتتعلمها تكون بتحبها كويس جدا عشان تعرف تقدمها بافضل جودة ممكنة. فانت لازم تركز في حاجة زي دي. فلازم تخش وتدوس في المجال اللي انت حابه جدا. وفي دكتور تاني اسمه الدكتور عبد الناصر بيقول يعني لما يجي حد يجاوب ولا حاجه ويلاقيه عمال يهري بيقول له يا بلاص، مع ان الكلمه دي مش فاهم معناها، بس انا شايفها هو بيقول يعني اذا نظام اهبد. الدكتور كان بيقول لي اهبد، مش لازم كل حاجه تطلعها تكون بيرفكت. انت اول حاجه في حياتك هتبداها هتكون بايظه، هتكون اول حاجه تبداها هتكون فاشله، ولكن مع تطورك فيها واصرارك على تعلمها وكده انت بعد فتره معينه هتكون الحاجه دي بقت كويسه معاك جدا. فانت لازم تبدا واحده واحده. انا من فتره كنت عامل سوفت بوكس من ورق وبتاع، وكنت بصوره والحمد لله والفيديوهات كانت حلوه. دلوقتي انا عملت سوفت بوكس زي ما انتم شايفين، ومعايا التليفون لسه زي ما هو والمايك لسه زي ما هو زي ما انتم شايفين اهو، ولكن ان شاء الله هفضل اطور واحده واحده. فانت لازم تبدا بالامكانيات اللي معاك. ابدا وما تستناش الوقت المثالي، لازم تبدا من دلوقتي. انا عارف ان انا بتفاعل معاكم بالفيديو، ولكن لازم تبدا من دلوقتي. لازم تبدا وتتحرك في الحاجه اللي انت حابب تتعلمها، وابحث وشوف رود ماب في الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها. عشان سوق العمل دلوقتي ما بقاش مستني حد. سوق العمل بقى عامل زي الطيارات، مش مستني حد، بياخد اللي بيلاقيه، بياخده اللي بيلاقيه كويس بياخده ويطير. لازم تتعلم المهارة بتاعتك وتتقنها بشكل كويس. ولازم تنشر المعلومات اللي بتبقى عندك دايما على السوشيال ميديا، حاول تنشرها في افضل وقت ممكن. فلازم تاخد بالك من الحتة دي. فالدكتور كان بيتناقش معانا برضو في نفس الحوار. فواحد زميلي بيقول له يا دكتور والله انا دلوقتي دخلت على موقع خمسات ومستقل وبتاع، فانا ما لقيتش ليه فايدة وبتاع. فرحت طالع من الليلة كلها وما عرفتش اكمل. فالدكتور كان بيتناقش في كلام، بس هو شكله ايه ما كانش عنده معلومات زيادة في حوار الفريلانس وكده. ولكن انا اتمنى كنت مخبط شويه في حوار الفريلانس. ما كنت انا الحمد لله لسه على الله في الفريلانس، بس كنت مخبط شويه. فرحت قال له يا دكتور بعد اذنك انا حوار الفريلانس ده بيحتاج صبر زياده عن اللزوم، واللي زميلي ده عمله ما كانش كويس بالنسبه اللي هو عمله. فقلت له لازما مع الفريلانس تكون يعني مش لازما، هو يفضل انك تكون صانع محتوى مع الفريلانس عشان يجيب لك ناس بطريقه سهله ومبسطه. فدي حاجه مهمه، فلازما تبدا بيها بتلاقيها سهله بعد كده. وأما تكون صانع محتوى وفي نفس الوقت عندك مهارة بتقدمها في مواقع الفريلانس مستقل، اب وورك، خمسات والحاجات دي، بتلاقي الموضوع بقى سهل معاك وميسر. ليه؟ لان انت بتنشر المحتوى، فانت بتدي ثقة للعميل اللي انت بتعرف تعمل الحاجة دي بشكل كويس. مثلا عندي انا المهارة بتاع الاكسل ده بقدمها على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا عامة كلها. والحمد لله يعني بيجي لي ناس اصلا. انا لسه عامل صفحه قريبه على موقع خمسات، ولكن ما جاليش شغل خالص من عليها لسه. انا لسه عاملها بقالي شهر ما كملتش الشهر، ولكن انا مقتنع ان هي اصلا بيجي لك شغل ممكن بعد 6 شهور ولا حاجه لو انت شغال على نفسك كويس، وهي بتجيب فلوس حلوه. يعني بعد فتره، بعد سنه اتنين بتلاقي فلوس بسم الله ما شاء الله، يعني بتكفي كل احتياجاتك عامه، ويبقى معاك فلوس. وكمان انت عارفين الشغل على الموقع ده بالدولار. فالحاجة دي لازما عاوزة صبر كبير. ولكن انا كان بيجي لي شغل من على مواقع السوشيال ميديا. فمواقع السوشيال ميديا دي من اهم الحاجات اللي بعد كده بتدي ثقة للعميل. وفي نفس الوقت انت اتخرجت وبقيت عاوز تقدم في شركة ولا حاجة، انت الشركة رك ما تعرف اللي انت صاحب قناة كذا او متعلم مهارة كذا او السكيل بتاعك كذا، فبتلاقيه تخطفك على طول. ليه؟ لان انت عارف انت بتقدم محتوى هادف، والمحتوى بتاعك هو ده اللي عاوزينه.
يعني ممكن تلاقي شركات محاسبات، انا جيت اقدم في شركه محاسبه ولا حاجه، هتلاقي الشركه عاوزاني ليه؟ متعلم الاكسل كويس، والحمد لله انا متعلم مجال تحليل البيانات. ولو حد عنده اي سؤال او حابب يسال او يستفسر عن حاجه في مجال تحليل البيانات، ينزل يكتبها في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله. ولكن احنا في الاول وفي الاخر عاوزين نبدا. انت من النهارده تبدا. احنا من اول من قبل ما يبدا رمضان اصلا بتقول لا ده انا هصلي واصلي التهجد والتراويح واجي اصلي اخر الليل كام ليل وبتاع. ولكن انت تلاقيك بتصلي العشاء وهوب يلا روح امشي روح اقعد مع اصحابك، صح؟ وده مش هينفع. احنا عاوزين نبقوا رجاله في كلامنا. وده مش هينفع. احنا عاوزين نبقوا رجاله في كلامنا نبقوا رجاله في كلامنا مع نفسنا. سيبك من ارض الواقع مع الناس، اهم حاجه مع نفسنا. ده اللي انت خالص مع نفسك وكلامك كلام راجل مع نفسك، اعرف اللي انت كده هتكسر الدنيا في المستقبل وفي اي وقت. فانت لازم تبقى راجل مع نفسك وكلامك. فانا هعمل ده هي النهارده يبقى هيتعمل النهارده، هعمل ده هي بكره يبقى هيتعمل ده هي بكره. طب انا مش هعمل ده يبقى مش هيتعمل. ما يبقاش اي موجة كلام بتاخدك معاك وخلاص. يعني تلاقي واحد صاحبك يقول لك يلا يلا، طب ساعة واحد صاحبك ما يقولكش يلا تقعد. لا انت خلي ليك نظام هو اللي يمشيك. يعني انت دلوقتي هتعمل جدول لنفسك، تحدد ليه اوقات معينة تذاكر فيها واوقات تانية ما تذاكرش فيها واوقات تخرج فيها كده. يبقى حياتك كلها ماشية بنظام مش ماشية بهرجلة. فانت لازم أن تحط القاعدة دي في دماغك وتمشي بشكل منظم. وبس كده، هو ده اللي انا كنت حابب اكلمك فيه. وحاول قبل ما تقفل الفيديو حاول تطلع تشوف هتعمل ايه، وقبل ما تعمل اي حاجة حاول تتوضى وتصلي وتحاول تخطط لايامك اللي انت تعملها او المذاكرة والحاجات اللي انت تعملها الايام الجاية. وحاول تشوف على قد ما تقدر اي حاجة حابب تعلمها، حاول تدور على المعلومات عنها قبل ما تبدأها، عشان ما تاخدش فيها شوط كبير وبعد كده تقول لا ده مش مناسبة ليا. لا انت حاول تعرف كل معلومات كبيرة وصغيرة عن المجال، وايه نسبة انتهاء المجال ده، لان كل المجالات دلوقتي بقت بتنتهي بشكل بسرعة. يعني في مجالات بقت بتنتهي يعني بيبقى لها وقت محدد وهوبا خلاص المجال ده ما بقاش محتاجين ليه ناس. ولكن المجالات دي بيبقى محتاجين لها ناس، اللي هي الناس التوب، الناس اللي عندها امكانيات قوية جدا جدا جدا، يعني مش اي حد. ولكن انت حاول تتعلم على قد ما تقدر، ما تفضلش مستني زي ما انت. انا بقالي سنتين بتعلم من البيت واخد كورسات واخد دورات واشوف ايفنتات واعمل. لازم أن تفضل تتعلم ليل ونهار. انا نفس النظام كنت في ثالثه ثانوي وهوب على الابيض. انا كنت في ثالثه ثانوي ازهري عامه، ولكن لقيت نفسي قعدت وما ذاكرتش في ثالثه ثانوي، هوب جبت مجموع ملهوش اي لازمه ما دخلنيش الشارع بتاعنا، ورحت هوب داخل ايه المعهد اللي انا فيه ده. قلت انا مش هفضل عشان دخلت المعهد ده لا انا هفضل قاعد ومش اذاكر وبتاع، لا انا هشتغل على نفسي. اول ما دخلت المعهد ده في اول السنه لقيت ناس صحابي اللي بيقول انا بشتغل وانا قاعد في البيت. فانا قلت ازاي بيشتغل وهو قاعد في البيت، بيعمل ايه ده؟ فسالت كذا واحد صاحبي وبتاع بيقول لي انا متعلم اكسل بقى تشتغل عليه اكسل. وبتعلم، وفي ناس بتقول لي متعلمه وورد بيكتبوا بيه واوراق للمدرسين اللي في المنطقه بتاعتهم وكده وبيشتغلوا عليه. فقلت ازاي يعني؟ فقعدت ابحث واشوف واعمل، والحمد لله انا دلوقتي بتعلم الاكسل وورد باوربوينت الحاجات دي بتاع مايكروسوفت، برامج المايكروسوفت عامه. ومتعلم مجال تحليل البيانات زي ما انا قلت لكم كده، داتا اناليسيز. فلازما تطور من نفسك. انت لقيت ناس حطيت نفسك في بيئه كلها كويسة هتلاقي نفسك بتتغير زيهم. فانت هتبقاش في بيئة كلها اصلا يعني بيئة كلها ملهية وملهاش لازمة وتقول انا هتغير. لا انت بتشوف البيئة الصالحة بالنسبة لدينك ودنيتك وحياتك، ان هي ترتب لك كل حياتك بشكل منظم. فانت حاول على قد ما تقدر انك تشوف البيئة دي والناس دي. وفي الاول وفي الاخر لازم انت تكون شخصية قوية، لازم تبني لنفسك شخصية قوية الاول. ما تبدأش بطريقة كده اللي هو يعني انا هبدأ اتعلم برمجة هوب خش تعلم برمجة. لا لا لقيت البرمجة صعبة انا اخش اتعلم ايديت. خش تعلم ايديت. لا لا الايديت صعب انا اخش اتعلم المونتاج. هوب لا ده صعب انا هخش اتعلم ماركتينج. لا ما انت مش عاوزك كده، انا عاوزك تبدأ في التراك او الحاجة اللي انت هتبدأ فيها تبدأ فيها تنهيها للاخر. فاحنا عاوزين كده، عايزين نبدأ المجال نبدأه من الاول ننهيه في الاخر بطريقة كويسة. حاول تاخد يعني انت دلوقتي في دماغك مجالين ثلاثة، حاول تعمل عليهم سيرش.
تبحث وتشوف المجال اللي هيبقى كويس بالنسبة ليك، اللي هتلاقيه يعني كويس بالنسبة ليك وهيساعدك أو هيوصل لك الموضوع في المجال اللي أنت حابه. دلوقتي أنت لو طالب ومعكش أي حاجة تتعلم عليها إلا التليفون، فأنصحك، والحاجة دي هتفيدك جدا 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 حتى لو بقيت حابب تتعلم حاجة في المستقبل أي حاجة غير المجال ده، هو المونتاج. المونتاج ده حاجة مهمة جدا وفيها شغل مطلوب جامد، مع ان انا ما اتعلمت مجال تحليل البيانات وكنت هتجه للمونتاج، مع ان انا بعمل فيديوهات لنفسي ولكن كنت عايز اتعلمه بشكل احترافي، ولكن قلت انا كده هتشتت، فانا خليني في مجال تحليل البيانات، والمونتاج كده كده هيتطور مع نفسه في الفيديوهات اللي انا بعملها. عامة انا اللي بصور وانا اللي بظبط الاضاءات وانا اللي بمنتج لنفسي وانا اللي باخد كورسية. عامة الليلة دي كلها انا اللي بعملها لنفسي يعني. فلازم تتعلم الحاجات دي عشان الحاجات دي هتفيدك، وهتلاقي لو انت قدمت على مواقع الفريلانس حاجات زي المونتاج والطباعة والحاجات دي، الحاجات البسيطة دي هتجيب لك منها شغل كويس جدا، وحاول تتعلمها في أقرب وقت ممكن. وبكده خلصنا فيديو النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وحاول تكتب لنا حاول تكتب لنا في التعليقات كومنت نكمل في السلسلة دي، ان نطلع نتناقش معاكم بدون اي كلام او سكريبتات والحاجات دي، ونتناقش ونتكلم، لان بحس مجال اللي انا ما اكتب سكريبت وبتاع بحس ان انا متصنع شويه في الكلام، فانا دلوقتي بتكلم معاك وش لوش. ولو حابين نعمله لايف او حابين نعمله لايف على التيك توك او اليوتيوب او كده، ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. سلام.